الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله سنلتقي مع متحدثين حول بعض المواضيع، أو على الأصح بشأن بعض المواضيع التي تتناولها هذه الندوة المباركة. نبدأ أولا مع الأخ السمي محمد مختار الشنقيطي في موضوعه السلفية والمزاج الحنبلي، سيكون هناك ربع ساعة على الأكثر، ونفضل أن تكون 12 دقيقة، فليتفضل مشكورا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل أو أزل وأزل أو أظلم وأظلم أو أجهل عليه. الموضوع هو السلفية والمزاج الحنبلي، سنة من غير جماعة. ونبدأ بمقدمات سريعة حول قضايا التجديد ومراجعة الحركات الدينية والفكرية عموما. فنقول إن الدين عموما أي دين يبدأ روحا أخلاقية وإنسانية، تتحول الروح إلى مؤسسة، تصبح المؤسسة عبئا على الروح، فيبدأ تجديد إما بظهور دين جديد وإما بإحياء أصول الدين القديم. وهذا طبعا هو الوارد، الخيار الأخير هو الوارد بالنسبة للحالة الإسلامية، إحياء أصول الدين، وليس خيار ثاني وهو دين جديد. ومفتاح التجديد في كل المجتمعات هو التمييز بين العنصر الأزلي الخالد والعنصر التاريخي الظرفي من التجربة الدينية. يستلزم ذلك الرجوع إلى بساطة الحق والقيم الفطرية الإنسانية وتجريدها من الغواشي اللغوية والتاريخية والعرفية وما إلى ذلك، والتحرر من الأفهام التي كانت معينة على فهم الوحي في يوم من الأيام وأصبحت حجباً بين الناس وبين الوحي، وبناء حياة روحية وعقلية جديدة تربط بين الواقع الحي اليوم والقيم الخالدة. في هذا المسار تأتي الحركة السلفية باعتبارها حركة من حركات التجديد التي تسعى إلى إحياء أصول الدين وإرجاع الصلة المباشرة بين الناس وبين الوحي وتجاوز الحجب التي كانت معينة وأصبحت حجباً وعوائق. لكن حركات الإصلاح والتجديد تحتاج أحياناً إلى من يصلحها ومن يجددها حينما يطول العهد وتتراكم حجب جديدة. طبعاً في أي عملية تجديد لا بديل عن النبع الأول، والنبع الأول هو الوحي. والوحي طبعاً الكتاب والسنة، وهو منجب لا ينضب. المشكلة أن الثقة في الشرح تحجب عن المتن. المتن الإسلامي هو الوحي، هو القرآن والسنة. فإذا وثقنا في الشرح ثقة زائدة من أفهام العلماء السابقين يحجب ذلك بيننا وبين المتن الأصلي، وهذا ما حدث في التاريخ الإسلامي. فنحن تركنا القرآن للحديث، وتركنا الحديث لكبار الأئمة، وتركنا كلام كبار الأئمة لمتأخرين والصغار من أتباعهم إلى آخره. وهذه ظاهرة في تاريخ الأديان عموما، ليست خاصة بالإسلام. هذه المقدمات نريدها أن تكون تمهيداً لمسألة المزاج الحنبلي. والمقصود بالمزاج هنا الحنبلي ليس المذهب في ذاته، فهو مذهب من المذاهب الإسلامية الكبرى والمعتبرة، وإنما بعض الأعراض الثقافية والمواقف السياسية التي امتزجت بالمذهب طوال تاريخه. فالمقصود المزاج بالمعنى اللغوي، ومزاج الشراب ما يمزج به، كما يقول في لسان العرب، ومنه قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فالكافور والزنجبيل ليس هما الشراب، وإنما هي بعض ما يمزج. المذهب الحنبلي هنالك اتفاق تقريبا بين الدارسين الجادين للمذهب الحنبلي مسلمين وغير مسلمين على أنه ليس كالمذاهب، هو مذهب لا كالمذاهب، لأنه ليس مجرد مذهب فقهي ينصب اهتمامه على الفروع كما هو حال المالكية والشافعية والأحناف، بل هو مذهب اعتقادي أيضا داخل المظلة السنية الجامعة امتزجت فيه العقيدة بالفقه منذ أمد بعيد،
خلافا لغيره من المذاهب، وهذا الذي نبه إليه الدكتور مسفر في مداخلته السابقة، وهو حركة اجتماعية تحمل هم الإصلاح والتغيير. فالحنبلية كانت دائما حركة اجتماعية متحركة مناضلة في التاريخ الإسلامي، وليست مجرد مذهب علمي فقهي، وكانت أيضا حركة اعتقادية ولا مجرد مذهب في الفروع. لخص ابن عقيل وهو من كبار علماء الحنابلة شيئا عن المزاج الحنبلي، وهو طبعا يعتز بالثقافة الحنبلية، فقال نقلا عن الحافظ ضياء الدين المقدسي عن ابن عقيل يقول: صف لي أصحاب الإمام أحمد ما عرفت من الإنصاف، فكتب يقول: هم قوم خشن تقلصت أخلاقهم عن المخالطة، وغلظت طباعهم عن المداخلة، وغلب عليهم الجد، وقل عندهم الهزل، وغربت نفوسهم عن ذل المراءات، وفزعوا عن الآراء إلى الروايات، وتمسكوا بالظاهر تحرجا عن التأويل، وغلبت عليهم الأعمال الصالحة، فلم يدققوا في العلوم الغامضة، بل دققوا في الورع، وأخذوا ما ظهر من العلوم، وما وراء ذلك قالوا الله أعلم بما فيها من خشية بارها، ولم أحفظ عن أحدهم منهم تشبيها، وإنما غلبت عليهم الشناعة لإيمانهم بظواهر الآي والأخبار من غير تأويل ولا إنكار، والله يعلم أني لا أعتقد في الإسلام طائفة محقة خالية من البدع سوى من سلك هذا الطريق والسلام. هذا تشخيص ابن عقيل لمظاهر بعض ما نسميه هنا المزاج الحنبلي، كما نقله ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. خلاصة هذا المزاج نحاول أن نلخصه في نقاط سريعة. أولاً، قرب من النقل وبعد عن العقل، فهو مزاج أثري يجهد في التأصيل لكل شيء من الأحاديث والآثار. فالحنابلة والسلفيون عموماً اليوم، وهم امتداد للحنابلة، يبحثون لكل فكرة جديدة عن سلف، وكأن الفكرة التي لا سلف لها بنت سفاح، فهنالك ريبة من أي جديد وبحث عن أصل لأي جديد. وهنالك سوء ظن بالثقافة العقلية، جزء منه في اعتقادي هو جزء من مواريث الصراع مع المعتزلة، فتعرض الإمام أحمد للمحنة على يد العقلانيين المعتزلة أدى إلى ردة فعل قوية ضد العقل والثقافة العقلية عموما. وهذا معنى قول ابن عقيل: فزعوا عن الآراء إلى الروايات، وتمسكوا بالظاهر تحرجا عن التأويل. ولاحظ ابن خلدون أن هذا من أسباب عدم انتشار مذهب الإمام أحمد في التاريخ الإسلامي، فقال: وأما أحمد بن حنبل فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض، وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها. الخاصية الثانية هي نقاء المصدر وسوء الهضم العقلي. فالحنابلة هم أشد الناس نقاء مصدريا بحكم أنهم إلى حد ما جزء من مدرسة الحديث، فهم يتحرون في النقل أكثر من غيرهم من كل المذاهب الأخرى تاريخيا، وهذا أدى إلى نقاء في المصادر. لكن سوء الظن بالثقافة العقلية أدى أيضا إلى ما يمكن أن نسميه سوء هضم عقليا أو سوء هضم فكري، فربما يكون ساد فيه ما سماه ابن الجوزي جمود النقلة في صيد الخاطر. فهم في اعتقادي كثير من الأمور يعني يأخذونها نقلا ولا يتعبون أنفسهم في التحليل والتركيب العقلي. والخاصية الثالثة هي السعة في الفقه والضيق في العقيدة. فالحنابلة المزاج الحنبلي متحرر نسبيا من التعصب للفروع الفقهية، فهو أقل المذاهب تمذهبا بالمعنى الفقهي، ولكنه بسبب هذا هو نزعته الأثرية، لكنه أكثر المذاهب تمذهبا في القضايا الاعتقادية. والمقصود بالتمذهب هنا هو التمسك بتفسير واحد في أمور مجملة تحتمل أكثر من تفسير. ومن أشد المذاهب ضيقا بالمخالف في الاعتقاد، حتى ولو في دقائق العقائد التي تعتبر فروعا. وأدى هذا إلى صياغة الأمور العملية صياغة اعتقادية، سواء في العلاقة بالمسلمين الآخرين أو في العلاقة بين المسلمين. وقد تحدثت عن هذا في كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة، وأيضا هذا أشار له الدكتور مسفر اليوم في محاضرته. من ملامح المزاج الحنبلي قلق على الإسلام وإقلاق للمسلمين. وأقصد بذلك أنه
الحنبلية كحركة اجتماعية إذا نظرنا في تاريخها، سواء في مركز ثقلها الأول في بغداد، أو في مركز ثقلها الثاني في الشام القرن السابع والثامن، أو في مركز ثقلها الثالث رحلتها الثالثة التي انتهت في نجد والحجاز، نجد لأنها حركة إصلاحية اجتماعية، فهي تحمل دائما قلقا على حال المسلمين وغيرة وحرقة على ما يعاني منه المسلمون. هذا القلق طبعا إيجابي ما لم يتحول إلى حالة مرضية، لكنه أحيانا يتحول إلى إقلاق للمسلمين الآخرين وإن بحسن نية من شدة الإنكار أو الجفاء عليهم أو ما إلى ذلك. وقد لاحظ كل من محمد إقبال ومالك بن نبي أن قلق ابن تيمية القديم هو الذي بث الروح الجديدة في العالم الإسلامي المعاصر. كلاهما تكلم بهذا اللفظ قلق ابن تيمية، أنه نبع في العصر الحديث وأحيا الروح الجديدة في العالم الإسلامي. طبعا هذا القلق والإقلاق جعل الحنابلة من أشد الطوائف صراعا مع الطوائف الأخرى، ولاحظ ذلك ابن خلدون أيضا فكتب: ولم تزل الفتنة متصلة في بغداد بين السنة والشيعة وبين الحنابلة وسائر المذاهب. ولم تزل الفتنة متصلة في بغداد بين السنة والشيعة وبين الحنابلة وسائر المذاهب. وهذا صحيح، صراع حنبلي أشعري وصراع حنبلي شيعي إلى آخره. هنالك أيضا الانفعال الزائد في الدفاع عن السلف، هذا يوجد في عدد من طوائف السنة ولكنه أقوى وأعمق في الثقافة الحنبلية. والدفاعات عن السلف يعني فيها نوع من التعميم والتهويل، وربما يكون المذهب الحنبلي المدرسة الحنبلية المدرسة الوحيدة فيما أعلم في الماضي التي وجد فيها من ألف كتابا في فضائل يزيد بن معاوية، وهو عبد المغيث البغدادي الذي رد عليه ابن الجوزي في كتابه الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد. طبعا هذا الانفعال السائد في الدفاع عن السلف أحيانا هو بحسن نية ما في شك، ولكنه يؤدي إلى مصادمات ويؤدي إلى تضخيم بعض الأمور وتحويل بعض جوانب من التاريخ إلى عقائد. هنالك أيضا ردة الفعل الزائدة على البدع، وهذا موجود. حتى الإمام أحمد اتهم من بعض تلامذته أنه متساهل مع الشيعة للغرابة يعني. وابن تيمية يحكي في منهاج السنة قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق، والآن قد ثبت عندي أنك أحمق. عندي 11 حديثا صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتركها لقولك؟ فحتى الإمام أحمد اتهم أنه متساهل مع أهل البدع من بعض التلامذة المتحمسين. المزاج الحنبلي في تجلياته السياسية يعني تفاوت تاريخيا ما بين الموادعة والمشاغبة والمشاركة. أما الموادعة فهي المرحلة الأولى في عصر الإمام أحمد، وقد لاحظ ذلك كوك في كتابه، مايكل كوك في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو خصص منه عدة فصول عن المذهب الحنبلي والحنابلة والأمر بالمعروف. طبعا لاحظه كثيرون غيره. فالإمام أحمد طبعا كان يرفض الاختلاط بالدولة وعطياتها ومناصبها إلى آخره، فكانت موادعة للسلطة وابتعاد عن السلطة وتورع من كل شيء يتعلق بالسلطة. فيما بعد بدأ عصر نسميه مشاغبة، نوع من الثورة في الشارع على السلطة، والثورة في الشارع أيضا على المخالفين عموما. وهذه مرحلة المشاغبة التي ازدهرت واشتهرت أكثر في عصر البربهاري في القرن الرابع الهجري، استمرت قرنين ونصف تقريبا من الزمان، شاملة الفترة البويهية. ومن سمات هذه المرحلة أخذ القانون باليد كما يقولون بالإنجليزية take the law in hand، يعني تجاوز السلطة والتدخل مباشرة، ومواجهة الشيعة ومضايقة الأشاعرة وتحدي السلطة. ثم في آخر الدولة العباسية تطور المزاج السياسي الحنبلي إلى مشاركة للسلطة. مثلا بدأ قضاة من الحنابلة مثل القاضي أبي يعلى، حتى الوزير ابن هبيرة وهو حنبلي وفقيه، وابن الجوزي أصبح بمثابة الوعظ الرسمي للدولة. وابن تيمية إلى حد ما في تعامله مع الممالك أيضا في مرحلة من المراحل إذا لم يضايقوه. وطبعا كانت المشاركة هي السائدة في مطلع الدولة السعودية، ولكن أحيانا المشاركة تحولت إلى تأميم من الدولة للفكرة الحنبلية واستخدامها أحيانا بدل خدمتها. وهذا ما أصاب بعض من الحركات السلفية في العصر الحديث، جنى الحكام ثمرتها.
طبعا الحجر الفكري على الخصوم هذه من خصائص المزاج الحنبلي التي شاعت في التاريخ، وقصة الإمام ابن جرير الطبري شهيرة حينما منعوا الناس من الدخول عليه ومنعوا من دفنه في المقابر، وهي موجودة وموثقة في كتب تاريخ حنبلية وغير حنبلية. وأيضا الحجر حتى على الأشاعرة، وقد ابن الجوزي يقول وقعت بين الحنابلة والأشاعرة فتنة عظيمة حتى تأخر الأشاعرة عن الجمعات خوفا من الحنابلة، يقول في المنتظم. وابن كثير يقول قوي جانب الحنابلة قوة عظيمة بحيث أنه لم يكن لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة والجماعات، وأن ابن جرير كان لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه. أيضا تضييق دائرة السنة، الدائرة السنية يعني إلى حد كبير ضيقت كثيرا واحتكرت. إمساك القانون باليد كما ذكرنا، وهذه أمور من كتب التاريخ لا أستطيع أن أقرأها لطولها. وأخيرا كلمتان بس، وهو أنه أنا أعتقد أنه الثقافة الحنبلية أضاعت فرصة تاريخية لكي تتحول إلى مذهب تركيبي جامع. في النهاية أي ثقافة جامعة، أهل السنة والجماعة هي مظلة جامعة، أي ثقافة جامعة لابد أن تكون تركيبية فيها مساحة للأثري وللعقلاني ولكل هؤلاء وأولئك. وكانت فرصة، ابن الجوزي كان يمثل فرصة لتحول المذهب الحنبلي من مذهب تبسيطي إلى مذهب تركيبي جامع، ولكن ذلك لم يحدث. وأترك البقية إلى وقت المداخلات إن شاء الله. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الجلسة الأخيرة من هذا المؤتمر سنقف استراحة في وقت صلاة المغرب، ثم بعد المغرب سيكون لدينا ساعة لإكمال الأوراق ثم الجلسة النقاشية. نحن أمام جلسة إن شاء الله ثرية، صحيح أنكم بعد غداء، بس الغداء يعني اليوم خفيف أكيد إن شاء الله، يعني مقبلات كله. طيب، فإن شاء الله تكون جلسات ثرية وممتعة ويعني ثرية بالأفكار والنقاش. أمامنا 6 أوراق. سيبدأ الأستاذ أحمد سالم ليقدم الورقة أثر الدعوة الوهابية على الحركات الإسلامية في مصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في مقاربة سريعة لمفهوم السلفية باختصار شديد، لأن كل الذي سمعته إلى الآن لم يحرر مفهوم السلفية تحريرا سليما. في ابتعاد سريع عن المعنى اللغوي السلف هو السابق، ندخل في المعنى المفهومي الدلالي مباشرة. المراد بالسلفية بالدرجة الأولى هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه، ولا يقصد بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه قول كل واحد من صحابة النبي، لأن كل الفقهاء وكل الأئمة هذا يختلف مع عمر وهذا يقول بقول علي وهذا يخالف عثمان، فبالتالي الذي يتكلم عن السلفية لا يريد قول كل واحد من صحابة النبي، وإنما يريد اتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل فكرة السلفية باختصار شديد هو وسيلة لضبط التنازع التأويلي الذي سيحدث في فهم الكتاب والسنة. هناك تنازع تأويلي سيحدث في فهم الكتاب والسنة. ففهم السلف اتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الدين وتفسير الوحي هو وسيلة لحصر الآراء والتأويلات الممكن القول بها في تفسير الوحي. فاتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن يكون معياراً لفهم الدين. فإن اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالناس تبع لاختلافهم، لم يعد هناك قول واحد في المسألة. فبالتالي التيارات السلفية، كل التيارات السلفية وحتى غير السلفية، إنما تعترف بمرجعية اتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفرق بين السلفية المنهج اللي هو اتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقوال، وبين التحققات التاريخية للسلفية، يعني المجموعات التي وجدت خلال التاريخ تحاول أن تصيب ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه نسميها سلفيات تاريخية، محاولات، سواء أحمد بن حنبل، سواء الشيخ الإسلام ابن تيمية، سواء الدعوة الوهابية، كل هذه تحققات تاريخية للسلفية، بمعنى أنها كلها محاولات لإصابة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الفرق. وبالتالي هذه التحققات التاريخية لا يستطيع أي واحد منها، لا أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الشافعي ولا الوهابية ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا كائنا من كان، أن يدعي أنه أصاب بتمام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وغاية دعواه أنه يحاول أن يصيب.
وبالتالي الدراسة النقدية للسلفية لا يصح أن تنقض الأصل اللي هو أن اتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قول هو ملزم، لأنك لو قلت أن الصحابة اتفقوا ثم أنت ترى اتفاقهم ليس ملزما فكأنك تقول أن جميع أصحاب النبي الذين شاهدوا الوحي كلهم على خطأ وأصبت أنت. هذه مشكلة كبيرة تتعارض مع نصوص الوحي وتفيد أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبة بالوحي أولا صحابته أخطأوا فهم الوحي. فبالتالي هذا الأصل ينبغي أن يكون متفقا عليه، أن صحابة النبي إذا اتفقوا أن قولهم ملزم. أين يكون النقاش مع التحققات التاريخية للسلفية؟ هل بالفعل الصحابة اتفقوا كما تدعون أم لم يتفقوا؟ هذه منطقة النقاش الأولى. واضح؟ منطقة النقاش الثانية، طيب الصحابة اتفقوا على قول، هل فهمتم هذا القول؟ منطقة النقاش الثانية، فهمتوه أصبتم في فهمه أم لا؟ منطقة النقاش الثالثة، الصحابة اتفقوا على قول، لكن هل كانوا سيمارسون هذا القول وسيطبقونه وينشرونه مجتمعيا وسياسيا كما تفعلون أم لا؟ لكن الأصل اتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أصلا محكما تحاكم إليه كل التحققات التاريخية الموجودة للسلفية، بدءا من التابعين أول تحقق تاريخي للسلفية وانتهاء بالسلفيين المعاصرين الموجودين في القاعة وخارج القاعة. واضح؟ من هنا ننظر إلى الدعوة الوهابية على أنها مجرد تحقق تاريخي للسلفية تحاول أن تصيب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هي تدعي أنها أصابته في المسائل التي تكلمت فيها قطعا، خاصة في مسائل الاعتقاد، وظنا في مسائل الفقه. فعمل الناقد أن يحاكم ما تقوله الدعوة الوهابية إلى اتفاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل بالفعل اتفقوا على هذه الأقوال التي تدعي الوهابية أنها العقيدة وأنها السلفية أم لم يتفقوا؟ نفس القضية شيخ الإسلام ابن تيمية. فبالتالي هذا محدد نقدي أساسي سواء للسلفية أو الوهابية، أن عملك النقدي هو محاكمة هذه التحققات التاريخية للأصل المنهجي الأول، وليس عملك النقدي أن تنكر أن هذا في الأصل منهجي. لا، اتفاق الصحابة أصل منهجي معياري لا يجوز أن يجتمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على باطل. هذه التحققات التاريخية أصابت هذا الاتفاق أم لم تصبه؟ هذا محل النقاش. النقطة الثانية التي أريد أن أتكلم عنها أن لدينا محددان آخران في نقد أو التعامل مع السلفية والوهابية. المحدد الأول ألا نحمل النظرية أخطاء الممارسة، ألا نحمل النظرية أخطاء الممارسة. فالنظريات في علاقتها بالممارسة على 3 أنواع. النوع الأول نظرية لا يمكن تحملها بأي صورة من الصور أخطاء الممارسة، لا يمكن أن نحمل هذه النظرية بأي صورة من الصور أخطاء الممارسة. مثال كل الممارسات المنحرفة للإسلام في تاريخ الإسلام، خوارج، يعني مذاهب بدعية، مذاهب باطلة، وحدة وجود، كل هذه المذاهب إنما تدعي أنها تمثل الإسلام الذي جاء به محمد. هل تستطيع أن تحمل مثلا ممارسات الدولة العباسية السيئة، هل تستطيع أن تحملها للإسلام نفسه؟ لا. فهنا نظرية لا تتحمل بأي حال من الأحوال أخطاء الممارسة. هل نحمل الديمقراطية في نفس النظرية الممارسة السيئة الموجودة في بعض الدول الدكتاتورية التي توظف الديمقراطية؟ لا تستطيع في هذه الحالة أن تحمل النظرية بأي حال من الأحوال أخطاء الممارسة. واضح؟ هناك نوع ثاني، نظرية تتحمل في كل الأحوال أخطاء الممارسة. مثال تحميل الفاشية والشيوعية للممارسة الدكتاتورية، أنا أحمل الفاشية والشيوعية أخطاء الممارسة الدكتاتورية لأن نفس المكون الدكتاتوري هو مكون كامن في الفاشية وفي الشيوعية. فعندما يحصل خطأ ممارسة دكتاتوري من ستالين على سبيل المثال، أو من موسوليني على سبيل المثال، أو من هتلر على سبيل المثال، فأنا بمنتهى الجرأة والوضوح والانضباط المنهجي أحمل الماركسية وأحمل الفاشية أخطاء هتلر، لأن نفس المكون النظري للفاشية يحمل في رحمه هذه الممارسة والموافقة عليها. نأتي للنوع الثالث وهو النوع الأشد خفاءً، أنني لا أستطيع أن أحمل النظرية مسؤولية الممارسة بصورة كلية، ولا أستطيع أيضاً أن أبرئها بصورة كلية. متى؟ عندما لا يوجد في النظرية إجراءات منهجية محددة لتفادي الخلل الذي يحدث في الممارسة. مثال لا يوجد في الديمقراطية إجراءات منهجية محددة لتفادي الظلم الاجتماعي الذي يحصل بسبب الرأسمالية. لا يوجد في الرأسمالية لا يوجد في الرأسمالية إجراءات محددة لتفادي الظلم الاجتماعي وازدياد الفقراء فقراً وازدياد الأثرياء ثراء. لكن أنا لا أستطيع أن أحمل هذا الخطأ بكامله أن أقول أن النظرية الرأسمالية فيها ازدياد الفقراء فقراً، ليس فيها هذا، لكن هي ليس عندها أيضاً إجراءات محددة لتفادي هذا، فهي تتحمل خطأ الممارسة بصورة جزئية. واضح؟
النوع الثاني أن تتحمل خطأ الممارسة بصورة جزئية لأنها تسكت ولا تطبق إجراءاتها المنهجية، إجراءات التفادي. يعني مثلا المظاهرة كنظرية ليس فيها الاعتداء على المال العام. جيد؟ المظاهرات كنظرية في التدافع في المعارضة السلمية ليس فيها اعتداء على المال العام وهجوم على ممتلكات الناس، لكن هذا سيحدث أثناء الممارسة شئنا أم أبينا. متى تتحمل المظاهرات هذه المسؤولية؟ عندما لا يوجد فيها إجراءات محددة لتفادي هذا الخطأ، أو عندما لا تفعل هذه الإجراءات بحيث مثلا ما يكونش عندها وسائل تأمين للمظاهرات كي لا تتطور إلى اعتداء على المال العام. يبقى ما لم أطبق هذه الشروط المنهجية فأنا كما قال الدكتور محمد السعيدي في أحد مداخلاته ملزم بأن أحمل الإسلام مسؤولية الخوارج، وأن أحمل الإسلام مسؤولية العباسيين في إجرامهم، أو العثمانيين في بعض إجرامهم. لا، هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة. لا أستطيع أن أحمل الممارسة مسؤولية النظرية إلا وفق شروط أن يكون الخلل موجود في النظرية أولا، وأن تخلو النظرية من إجراءات منهجية لتفادي الخلل، أو أن توجد الإجراءات لكن لا تطبقها النظرية. واضح؟ عندما نطبق على الوهابية كنظرية، فكرتها أصلا على سبيل المثال لو استعملنا قضية التكفير، النظرية الوهابية في التكفير توجد في 90% من مضامنها عند الأحناف، وتوجد في 90% من مضامنها عند الشافعية. نفس النظرية. عندما يحصل توسع في التكفير، هل هناك في النظرية الوهابية تحذير من التوسع في التكفير؟ واضح؟ فعندما يحصل توسع في التكفير أو غلو في التكفير من أناس منسوبين إلى الوهابية، وأراجع النظرية الوهابية فأجد النظرية على مستوى التأصيل المعرفي سليمة، وأجدها وضعت إجراءات منهجية لتفادي الغلو في التكفير، لا أستطيع أن أحمل الممارسة النظرية مسؤولية الممارسة، وإنما أحاكم الممارسة في حدود الخلل الذي وقع فيه. القضية الثانية وهي قضية مهمة جدا، ألا أجعل من خصائص السلفية أو الوهابية شيء هو موجود في غير السلفية والوهابية. هذا أصل منهجي مهم عند نقد الوهابية والسلفية. ألا أجعل من خصائصهم شيء هو موجود عند غيرهم. إذا كان مرضا مثلا، أنا يمكنني أن أناقش وجود هذا المرض في علي، لكن لا يمكن أن أقول أن هذا المرض لا يوجد إلا لا يمكن أن أتكلم عن التعصب المذهبي وأخصه بالوهابية، لا يمكن أن أتكلم عن الإقصاء وأخصه بالوهابية. لذلك أنا أرى أن العلمانيين أكثر اتساقا. العلماني يورد هذه الأمراض ويجعلها أمراضا لماذا؟ للوهابية؟ للإسلام. أو لو كان يعني فيه عنده إشكال بس مع الإسلام في الفهم وليس لكن هو أصله رجل مسلم، يحمل هذه للتراث الفقهي، للمذاهب الفقهية. العلماني أكثر اتساقا عندما يقول، هو لا يقول المزاج الحنبلي وإنما يقول المزاج الفقهي التراثي. ليه؟ لأنه يعلم أن الإقصاء ليس موجودا عند الحنابلة، الإقصاء عند المالكية الذين حاربوا ابن رشد وابن حزم. مالكية ولا حنابلة؟ مالكية. خليكم معي عشان تصحوا، انتوا لسه واكلين أنا عارف. مالكية. الذين صنعوا مشاكل مع حنابلة بغداد وهابية ولا شافعية؟ شافعية. هل يمكن أن أقول المزاج الحنفي وأتكلم عن أن أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي كان وراء تعذيب الإمام أحمد كان حنفي؟ أحمد بن أبي دؤاد من قضاة الأحناف. أحمد بن أبي دؤاد الذي كان وراء تعذيب الإمام أحمد من خلال خلق القرآن كان حنفيا. القاضي عبد الجبار الهمذاني الذي يقول إن كل من ينكر أصل من الأصول الخمسة كافر حنفي. القاضي عبد الجبار يقول شافعي. آسف معلش، آسف أنا داخل في أحمد. المهم إن هي نفس الفكرة، يعني إنه القاضي عبد الجبار الذي يقول إن كل من ينكر أصل من الأصول الخمسة شافعي فهو كافر شافعي. فأنا لا أستطيع أن أحمل هذا، أقول المزاج الشافعي عشان عبد الجبار شافعي، أو أقول المزاج الحنفي لأن أحمد. طيب المعتزلة في نظريتهم في نظرية تدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الحاكم المستبد. في زمن أحمد بن أبي دؤاد ماذا صنعت المعتزلة؟ دخلت في حضن المأمون وصارت أداة من أدوات المستبد. أقول المزاج المعتزلي. طيب المعتزلة يقولون بحرية الرأي والأفكار، وكانوا مذهب ثوري ومذهب حري. ماذا صنع المعتزلة مع الذين خالفوهم في مسألة خلق القرآن؟ كانوا وراء قمعهم ل7 سنين متتالية. فبالتالي أنا لا أستطيع أن أتكلم بهذا الاختزال الشديد وأن آتي بمرض هو من أمراض العقل الإنساني. أولا، كل الناس بني آدم مطبوعون على الظلم والبغي، هذا أصل في الإنسان. وهذا الظلم والبغي يتجلى في الشافعي ليس لكونه الشافعي وإنما لكونه إنسان مريض عنده أمراض بني آدم. يتجلى في المعتزلي لا لكونه معتزليا وإنما لأنه إنسان مريض عنده أمراض بني آدم. يتجلى في الوهابي ليس لأنه وهابي وإنما الإنسان مريض عنده أمراض بني آدم. هذه الإشكالية.
أن أرد الأمراض الإنسانية والإشكالات الموجودة في طبائع الناس إلى مذاهب. هذه المذاهب هي أول من تبرأ من هذه الأمراض. فلا أستطيع أن أذكر خصيصا. الوهابيون ما عندهم إلا، بلاش أقول جنة ونار عشان ما تفهمش إن أنا خدت اللفظ بحرفيته، ما عندهم إلا صواب أو خطأ. حبيبي كل المذاهب الفقهية ليس عندها إلا صواب أو خطأ، حتى الذين يقولون بتعدد الإصابة يخصونها بفروع الفقه. أما العقائد، يعني الذين يقولون أن المصيب متعدد ببعض الأشاعرة يخصون ذلك بفروع الفقه. طب في العقائد يا أشعري إما خطأ وإما صواب؟ طبعا إما خطأ وإما صواب. طب الذي لا يؤمن بعقيدتك يقول في حاشية الجمل أن من يقول بظواهر النصوص فهو كافر. ده مين؟ وهابي ده؟ لا، أشعري. طب المعتزلي عنده خطأ وصواب في العقائد، عنده خطأ وصواب في العقائد والفروع، ما عندوش في الفروع تعدد المصيب. المعتزلي يقول ان الخطأ والصواب في الفروع وفي الأصول، الحق واحد في الفروع والأصول، والمخطئ في الأصول لا يعذر. بالمناسبة الوهابية تعذر المخطئ في الأصول، خاصة في نظرية ابن تيمية تعذر المخطئ في الأصول. المعتزلة لا يعذرون المخطئ في الأصول. أيهما أكثر تشددا، ابن تيمية السلفي ولا المعتزلة؟ المعتزلة. واضح؟ طيب المعتزلة نفسا أنا مركز معهم أصحاب المذهب الحري هؤلاء، يعني عندهم ليس إلا خطأ وصواب في العقائد. عندهم من خالف في أصل من الأصول الخمسة كما ذكرت فهو كافر. اللي بيكفر ده مين؟ معتزلي ولا وهابي؟ اللي بيكفر ده معتزلي. فالآن أنا لا أستطيع أن أذكر سواء كان مرض أو حق. بقى تعالى للحق، قلنا أن ليس إلا صواب أو خطأ، هذا حق، ليس إلا صواب أو خطأ. كل القضية أن المخطئ قد يكون معذورا، لا يعاقبه الله على خطئه إذا اجتهد. هذه نظرية ابن تيمية اللي مش موجودة حتى عند المعتزلة. العذر بالجهل، هنتكلم العذر بالجهل والغلو في التكفير. شيخ الإسلام ابن تيمية يعذر بالجهل. الأشاعرة في نصهم ما بعد القرن السادس الهجري لا يعذرون بالجهل. يعني عذر الذي يقع في مكفر هو أحد الإشكاليات الموجودة عند بعض طبقات الوهابية. قبل أن تكون موجودة عند الوهابية هي موجودة عند الأشاعرة، ومع ذلك الوهابية مختلفون، بعضهم يعذر بالجهل. شيخ الإسلام يعذر بالجهل. الأشاعرة ما بعد القرن السادس لا يعذرون بالجهل. الخلاصة التي أريد أن أخرج بها من ذلك كله أن الحكم على المذاهب والطوائف والتيارات حكما لا يزيف الواقع ولا يدخل في الأيديولوجيات وصراع الأفكار غير الدقيق علميا وغير الدقيق معرفيا، يحتاج إلى صبر طويل وتأني وعدل مع الناس. العدل مع كل أحد واجب. عندما أظلم المعتزلة فأنسب لهم ما لم يقولوه فأنا ظالم، وهذا موجود عند الأشاعرة وعند الوهابية، عندهم الخطأ عند بعضهم طبعا. عندما أظلم الأشاعرة، شيخ الإسلام ينكر، شيخ الإسلام يقول في أن طريقتي مع الأشاعرة أحسن من ابن قدامة. أنا عدلت مع الأشاعرة عدلا لم يعدله ابن قدامة. ابن قدامة هذا حنبلي. يقول وأنا في ساعة صدر لكل من خالفني. واضح؟ فالشاهد أن العدل مع التيارات جميعا واجب، التأني المعرفي في دراسة الأفكار واجب، ظلم التيارات والأفكار ليس حسنا. الإنسان الذي يصفق اليوم لأنه سمع ظلما لتيار لا يحقق أنه ظلم سيسأله الله عز وجل يوم القيامة أنت ظلمت أناسا كثيرين، رميتهم بالغلو في شيء قد يكون حق، رميتهم بالغلو في شيء قد يكون قالوا لكن ليس من خصائصهم. تقول الشافعية وتقول الأحناف وتقول. هذه أصل القضية. النقد المعرفي والعلم للتيارات يحتاج إلى صبر طويل. ظلم الأفراد والتيارات ليس حسنا وليس هديا صالحا. الظلم حرام كله، البغي حرام كله، الكذب على الناس حرام كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد سالم. ولو أنه عنوان الورقة أثر الدعوة الوهابية على الحركات الإسلامية في مصر، ما سمعناش أثر موجود في البحث. طيب